في الحلقة اللي فاتت من تريبل، سارة وعبده كانوا لسه عايزين يبنوا كوز، وأنا كنت لسه عايز أبني تريبل. فقلنا الأحسن إن إحنا ننفصل. لقيت الأكاونت بتاع البنك بتاعي اتبعت له 2000 يورو، والاسم اللي اتبعت منه الفلوس ده كان ماريو. I will send you your money back. I will send you your money back, and this year you will have all your money back. I can promise you that from all my heart. وصلت نيويورك. سوقت أنا وبروفيسور دامستر ورجعنا تاني مرفأ. دي باني، قطة المكان هنا في مرفأ أوبن. الصراحة ما كنتش مصدق إنها لسه فاكراني. مرفأ أوبن ده عبارة عن جاليري بيعرض رسومات الفنانين وبيبيع شوية معدات للرسم. دي كانت تاني مرة ليا إن أنا أتواجد فيه. وريتكم قبل كده التجربة الأولانية وإنها ما كانتش موفقة. الناس اللي كانت قاعدة في مرفأ أوبن ساعتها كانوا بيضربوا مخدرات كتير، وحسيت إن البيئة دي ما كانتش مناسبة إن أنا أعمل أي حاجة مفيدة. ولكن المرة دي بروفيسور دامستر كان مأكد لي إنها هتكون تجربة مختلفة. فركنت الفان هناك وبدأت أنا وجيف ويلسون في خطتنا للسيطرة على العالم. يا بنكي نحاول السيطرة على العالم. أول مهمة كانت تنظيف المكان. الأوفيس اللي جيف وعدني بيها كانت عبارة عن أوضة ما يعلم بيها إلا ربنا. أوضة ضيقة جدا جنب المطبخ وكلها كركبة. بدأنا في ترويق المكان كله. جيف ويلسون, this is our first penthouse. First penthouse. Next we going to New York. Let's go! كان ساعتها موجود جيسون المسؤول عن المكان، وآيلا واحدة من الفنانين اللي كانت بتعرض الارت وورك بتاعها في الجاليري. بدأنا في الترويق وظبطنا كمان المكان الخارجي، والأوفيس بتاعتنا سميناها The Hall عشان من كتر ما هي مساحة صغيرة هي عبارة عن خرم في الحيطة. وحطينا السكرينز بتاعتنا وبقيت أنا وجيف بنشتغل من هناك، وكنا بنقعد نشتغل فيها بالساعات. فكانت مساحة كوزي وفي نفس الوقت هارد كور. بروفيسور دامستر ممكن يكون أكتر واحد مضحك أنا قابلته في حياتي. People can build shit like that. And they make money out of this shit. BB and him, BB. We can. Triple. Let's get back to work. الراجل صحيح إنه عنده حاجة و50 سنة، ولكن الطاقة بتاعته طاقة واحد في العشرينات. Yo, like the full set. Yeah, there's a little spot over there, a little spot right there. Yeah. Just right there. Habibi, have you ever washed a car before? Why are you holding your hand like that? Yeah. Let's go. One day we're gonna get a Porsche. Let's go suck. بدأت أتأقلم على البيئة الجديدة والناس اللي كانت هناك. Oh my god. Okay. Oh, it's broken a different way. Go for it. Oh god, I think it's... I'll try this one. Okay, you hold this. Oops. Let's go, Habibi. Let's go. كنت بقضي وقت كتير مع بروفيسور دامستر، وكان بيساعدني في ان انا اظبط البيتش ديك بتاعتي علشان اجيب انفستمنتس لتريبل. كنت بدور ساعتها على مستثمرين. فضلت اقدم على حاجات كتير اونلاين. And I would like to show you the product slash innovation that I have been working on. Called Tribble. Tribble is an app to connect you with other like-minded people that want to do an activity in real life. Yeah. لحد ما في يوم من الايام لقيت حاجة شدتني جدا اسمها Build Space.
Build Space دي كانت عبارة عن بروجرام، هو مش اكسلريتور بالظبط، ولكن لمدة 5 أسابيع بتشتغل على الفكرة بتاعتك، وكل اسبوع بتقدم ستاتس ابديت او ديمو للي انت وصلت له الاسبوع اللي فات، ولو عملت بروجرس كويس في ال5 أسابيع بيختاروك من الناس اللي بتقدم الفكرة بتاعتهم in person في سان فرانسيسكو. بل ان ناس كتير من اللي اتقبلت في Build Space كانت بعديها بتتقبل في Y Combinator، اكبر اكسلريتور في امريكا اللي اتكلمت عنه قبل كده. فقررت ان انا اقدم. Hi, my name is Haitham and the project that I'm working on is Tribble. Habibi, Yeah. what do we do every morning when we wake up? We try to take over the world. Let's go. Habibi. You're gonna fucking make it. You're gonna build this. Inshallah. I believe so. Inshallah. Inshallah. We're gonna do it. Inshallah. One of the YC mantras also is around you're not gonna solve the problem with users by adding features. So what people do is they keep adding shit. They do that to their deck too, thinking that it's gonna get clearer or better. You should delete features. Okay. Elon's favorite phrase is the best part is no part. قررت ان انا ابدا تريبل من اول وجديد، لاني اتعلمت حاجات كتير على مدار السنه اللي فاتت وكنت عايز ان انا اطبقها وابدا على نظافه. فقعدت ال5 أسابيع بشتغل على تريبل وبعمل الهومورك واسلم الفيديو ابديتس. Space, this is Haitham and this is Tribble and I would like to just show you a quick demo. However, now we have profile. If you click on profile, you'll be able to add details. Hi, my name is Haitham, and the project that I'm working on is Tribble. Tribble is an app designed to help you find like-minded people nearby. So finding your tribe anywhere in the world. And I actually quit my job last year in February to build Tribble full-time. However, long story short, I ended up losing $120,000 of my own savings, and I am now living in a van and I'm working on Tribble still. You can imagine how much that hurts. Right now, how do you find like-minded people? It's not so easy finding people based on interests nearby, and social media isn't really a good tool to stay in touch with those people. For example, Build Space, we have an email newsletter, we have an Instagram page, Twitter page, so many things that are happening, but we don't have a centralized location for us as a community, as a tribe, to find each other and be able to collaborate or meet or do our own local meetup. So this is the idea behind Tribble. I started first developing in React Native and making a mobile application. However, midway through building the toy, I decided it would be better if I actually build a progressive web application, or basically a website that you can use on your phone and download it as an app on your phone. So I ended up starting it from scratch, and this is currently what Tribble looks like. It doesn't have much functionality right now. There is only one community, which is Build Space, and I'm testing things out. And before the time that we meet in San Francisco, you will be able to view other people's profiles and add them as friends, and it will be a nice hub for us to stay in touch after we meet in person. وبالفعل بعد ال5 أسابيع قبلوني إن أنا أروح Build Space. بس أنا كان عندي مشكلة ساعتها كبيرة جدا بتواجهني وبتواجه ناس كتير منكم. كان عندي مشكلة مع التركيز. I arrived with the teacher, Sayado Windaka.